نفس السؤال كيراودني ديما، واش المشكل فيا ولا فهاد الناس اللي كيدوزو من حياتي بحال الظل؟ ولا يمكن المشكلة لا فيا لا فيهم، المشكل في كيفاش كنشوفو الامور. كنت كنظن ان اللي تبدل خان، وان اللي مشى ما كانش صادق، ولكن واش بصح؟ ولا غير كل واحد فينا كيكبر في طريقه؟ التغير ماشي ديما ميكيافيلي، ماشي ديما خيانة محسوبة، مرات يمكن يكون تطور. المعرفة كتكبر والوعي كيتبدل، والإنسان كيولي ماشي هو اللي كان عليه، وحنا كيطلع علينا الدم حيت بغيناهم يبقاو نفس النسخة اللي عرفناهم بها. ولكن حتى حنا واش بقينا حنا هما حنا؟ ما تيقش راه كلشي كيتبدل، ولكن فهم علاش كيتبدل. راه يمكن اللي خرج من حياتك ما جاش صدفة، يمكن كان درس، كان مراية، كان باب وتسد، حيت كاين تدبير كبار منا كيحرك هاد اللقاءات وهاد الفرق. ما جا حتى واحد عابت، وما مشى حتى واحد بلا معنى. كنتلاقاو غير مع الارواح اللي كتشبه لينا في المرحله اللي حنا فيها، ومن بعد الا تبدلنا خاصنا نبدلو حتى الطريق وحتى الناس. ماشي خيانه، راه غير انتقال. ولكن هادشي كامل ما كيعنيش نسلمو راسنا بلا وعي. الثقه خاصها عينين محلولين، والمشاعر خاصها عقل رزين. ولكن ما تيقش راه كلشي كيتبدل، ولكن فهم علاش كيتبدل. من بعد كتجي واحد لحظة وعي وإدراك، كتشوف فيها الصورة كاملة، كتفهم أنك حتى أنت تبدلتي، وأن داك الألم ما كانش ضدك، كان كيصاوب فيك، كان كيهيئك تلقى ناس أخرين قريبين لك وهداء وصادقين معك. وغدا غيكون زوين، ماشي حيت كلشي غيكون كامل، ولكن حيت انت غادي تكون فاهم ان تبدل النعمه، فاهم ان اللي مشاو خلاو بلايص اللي جايين، وفاهم ان كل شيء كان بتدبير الهي محض فيه خير حتى ولو بان قاصح. ودابا قول لي، واش باقي غادي تلومهم ولا غادي تفهم الرحله؟ ما تيقش راه كل شيء كيتبدل، ولكن فهم علاش كيتبدل.